سريعه جدا لانه عايزين نتكلم كتير على الماتشات، خاصه ماتشات امبارح الاهلي مع المصري، وقبلها مباراه الزمالك مع الاتحاد، وايضا مباراه فيوتشر مع بيراميدز. فهيكون معايا في الجزء الاول هيكون معانا اسلام سامي، الجزء الثاني هيكون معانا مفاجاه ان شاء الله النهارده تعجب حضراتكم. لكن خليني اتكلم على بطوله الدوري. الحقيقه انا مستغرب جدا من خلينا نقول ثنائي القمه، ولو عايزين تقولوا رباعي نقول رباعي القمه. يعني الاهلي بيضيع النقاط سهله جدا، ولما بقول سهله لانه باستثناء مباراه سموحه اسوأ مباراه قدمها الاهلي هذا الموسم، باقي المباريات بيضيع فرص بالجمله، فرص لا يمكن ان تضيع. فبتصاب الجماهير عنده بالنقطه، يعني بياخدوا نقطه ومعاها نقطه، يعني هم نقطتين، نقطه للفريق ونقطه للجماهير. الاهلي كان زمان مثلا متفوق بفرق 13 بونت دلوقتي في بطوله الدوري العام، فاكتفى بفرق 5 نقاط. لكن اهداف ضائعه بالجمله يمكن نناقشها مع اسلام سامي باذن الله. في المقابل الزمالك اللي بتجيله الفرص، جات له الفرصه الاولى واستغلها، الفارق 6 نقاط لغاهم وتصدر المسابقه، ثم فجاه وبسهوله شديده جدا اضاع 7 نقاط امام اسوان والداخليه ثم الاتحاد السكندري، ونقطه ايضا لجماهيره، واحيانا نقطه واحيانا لا نقطه لفريق نادي الزمالك. يعني هم ليه مش عايزين؟ انا مش فاهم. يعني انت زمان لما كانت بتجيلنا فرصه زي دي كنا بنمسك فيها بايدينا واسناننا. فانا ما اعرفش اللعيبه في حاجه، في يمكن الاهلي شويه عنده عذر، كانت في امطار شديده، الفرص كتيره ضايعه، لكن برضو ده لا يرضي طموحات جماهير النادي الاهلي، اللي الحقيقه لا هي ولا جماهير الزمالك بتسيب فرقتها، تشجيع وهتافات وسفر ومش سايبين الدنيا من اولها لاخرها. لكن الملاحظ سواء في الاهلي او الزمالك لعيبه بتبقى في حالتها في يوم ومش في حالتها خالص في اليوم الثاني، لعيبه تقدم مباراه ما فيش اروع ولا احلى من كده، والمباراه اللي بعدها ما تقدرش تقول في لعيب كويس باستثناء مثلا 1 أو 2 على الاكثر. لكن الظاهره كمان اللي ما زالت ملفته هي تالق الشناوي الان مع الاهلي، استعاد كامل مستواه، وعواد ما زال كما هو الحقيقه على ثبات المستوى. لو رحنا لفيوتشر وبيراميدز، فيوتشر يستحق التحيه في المركز الثاني بعد 13 مباراه، متفوق على نادي الزمالك، شيء يستحق التحيه والتقدير، وهو الفريق الثاني في الدوري مع النادي الاهلي الذي لم ينال اي خساره. اما بيراميدز الحقيقه ادى مباراه طيبه امام فيوتشر بعد من الاخطاء الساذجه، تسببت في ضربتين جزاء، واحده اتصدت واحده دخلت هدف، وفاز بنقطه او خسر نقطتين زي ما انت عايز تقول. لكنه فيوتشر الحقيقه من وجهه نظري هو كان الاحق مش بالفوز، الاحق ان احنا نتكلم عنه بشكل افضل، لانه فريق يعني لسه حديث التكوين، لسه حديث العهد بالدوري الممتاز، لكن بيأدي بهذا الشكل. نروح كمان على مباراتين بينتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل. مباراه ان شاء الله هتبقى يوم الاثنين تجمع بين الزمالك وبيراميدز، والزمالك كعبه عالي جدا على بيراميدز. بيراميدز عنده غيابات، عبد الله سعيد هيشارك لانه الطرد في الدوري لا ينطبق على الكاس، لكن مصطفى فتحي في المقابل هيتم ايقافه لانه طرد في مباراه الكاس امام نادي البنك الاهلي، وبالتالي لن يشارك في مباراه نصف النهائي امام نادي الزمالك. والزمالك مكتمل العدد باستثناء محمود الونش، الزمالك خلاص ابراهيم انضاي رجع والفرقه كلها كامله العدد، احمد فتوح بقى موجود، عبد الله جمعه بقى موجود. مباراه نصف النهائي، هل يحدث بيراميدز المفاجاه ونجده في نهائي الكاس، ام ان الزمالك كالعاده سيصل الى النهائي؟ والزمالك بطولته المفضله هي بطوله كاس مصر. اليوم الثاني على طول هيكون الاهلي مع سموحه، وسموحه دايما فصوله بارده مع النادي الاهلي، خصوصا مدربه طارق العشري اللي اضاع منه قبل كده بطوله السوبر مع حرس الحدود وبطوله الكاس مع حرس الحدود. طارق العشري مدرب بيعرف يعمل ديفنس بشكل جيد. هنشوف هل الاهلي يصعد الى النهائي تكرار لنهائيات كثيره سابقه، ام سموحه يفجر المفاجاه ويفوز ويصعد على حساب النادي الاهلي؟ هل نرى نهائي بين سموحه وبيراميدز، بين سموحه والزمالك، او بين الاهلي وبيراميدز، ولا بين الاهلي والزمالك؟ اعتقد هننتظر ان شاء الله مباريات جيده باذن الله خلال الفتره القادمه باذن الله، ننتظر ان شاء الله الاداء والعروض الطيبه. هجري بسرعه على فاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد الفاصل مباراه ونبدا بمباراه الزمالك والاتحاد. الكل دلوقتي بدات الانظار تتجه الى فيريرا، والكل في نفس الوقت مقتنع ان فيريرا ده مدرب عظيم. هل تراجع اداء الزمالك، خسارته 7 نقاط على التوالي، خساره من اسوان، تعادل مع الداخليه، تعادل مع الاتحاد السكندري، فيريرا فقط هو اللي بيتحمل مسؤوليه؟ لا، مش فيريرا فقط، ولكن الجانب الاكبر من وجهه نظري لفيريرا.
لان الزمالك عنده مشاكل فنيه كتيره جدا في الملعب يا كابتن. خلينا نقول بقى الزمالك كان بيلعب ماتشات وحشه وبيكسبها، ده صحيح، لكن الفريق كان قوي، فريق صلب، مش سهل توصل لجون الزمالك. نعم. الزمالك السنه دي مستباح، طريقه لعب 4-3-3 دي اخيرا اخر 5-6 ماتشات مش مأديه المردود اللي اعتقد فريرة منتظره من الفريق. نعم. فريق دفاعيا عنده مشاكل كبيره جدا، عنده مشاكل اكبر في الطلوع بالكوره، الزمالك مش عارف يطلع بالكوره بالساهل، فبتلاقي دايما مفيش انقضاض هجومي. عنده مشكله في التوليفه الهجوميه، مازال بيجيب زيزو شمال ويجيب حد مكانه يمين، فدي بتعمل له لخبطه اكتر. الشوط الثاني من مباراه الداخليه زيزو جه يمين الدنيا مشيت، الشوط الثاني من مباراه اسوان جه يمين الزمالك اتحسن. دي مشاكل على الورق، لكن الفريق كله كمان بقى جنب فريرة اللعيبه. اعتقد اخر 5-6 دقائق من مباراه الزمالك والاتحاد اما يكون فريق متعادل وعايز يكسب بيبقى مردوده والحميه والاندفاع البدني واكتر من كده. كان في لعيبه بتتمشى والزمالك بيهاجم. لا والاتحاد لو طمع في المباراه وصدق نفسه كان كسب. كان كسب صحيح. عشان كده قلت زوران قسم الماتش وجه في الاخر حاول يضغط الزمالك كمان مساحات وقتها. نعم. في نفس الوقت الاتحاد كان بدا يتعب جدا دفاعيا، فالزمالك لو كان كثف الضغط كان يقدر يسجل. لكن فنيا بقى يا كابتن تعالى نشوف مع بعض الحالات عشان بينا. نبين للناس هو ليه انا بقول فريرة من وجهه نظري. نعم. رغم التغييرات الكتيره جدا اللي عملها على مدار نعم. الموسم. تعال نشوف بدايه هجمه الزمالك بيعاني ازاي في بدايه الهجمه. مع ان دي كانت اهم مميزات جدا لانه كان بيبني الهجمه بثلاثه. أيوه. وكان محمود حمدي الونش بيديله ميزه. نعم. فانت النهارده تعال بص يا كابتن الزمالك بيبدا الهجمه. ايوه. احنا بقى هنا دونجا بينزل يستلم ما بين الاثنين مساكين، وقف بقى الهجمه. الزمالك عنده 7 لعيبه، الزمالك عنده 7 لعيبه بالظبط يعني. نعم. يعني ليه عمرو السيسي ينزل، امام عاشور ينزل، دونجا ينزل مع رباعي الدفاعي، فيبقوا 7 لعيبه بيهدروا الهجمه. معلش بص يا كابتن مصطفى شلبي كان المخرج الوحيد للزمالك لغايه ما طلع، لانه بينزل هنا يستلم الكوره ويبدا يتحرك، فالزمالك يقدر يطلع بالكوره. طيب تعالى ناخد الحاله اللي وراها عشان نشوف. على فكره مصطفى شلبي ما كانش سيء للدرجه انه انه يطلع بدري من وجهه نظري يعني. ولا هو ولا سيف الجزيري. وقف بس معلش الهجمه يعني، وقف بس هنا. بص يا كابتن الطبيعي ادي رباعي الدفاعي ده حمزه المسلوسي، عبد الشافي الناحيه الثانيه واقف ما بيطلعش، دونجا في القلب، امام على الشمال، 4-3-3 زي ما الكتاب بيقول. الطبيعي في 4-3-3 ده ان عمرو السيسي يروح يشتغل مع زيزو ومع حمزه المسلوسي يعملوا مثلث ناحيه اليمين. فده لما بيحصل الزمالك بيطلع بالكوره. جري بقى الهجمه، حمزه المسلوسي هيبدا يسند الكوره على نلعب بقى الهجمه على طول. حمزه المسلوسي يروح لزيزو، زيزو هيحط الكوره لعمرو السيسي، الراجل اللي اتقدم وتواجد في المكان الطبيعي، بس المفروض ان عمرو السيسي يروح يحط الكوره لزيزو تاني، قام رايح بادئ الهجمه. يعني لما بتعمل اللي مطلوب منك بتبدا تطلع بالهجمه. لما الراجل بيتزق خطوتين 3 قدام لعيب رقم 8 الدنيا بتكمل. بص يا كابتن هجمه 1 2 3 هم حمزه المسلوسي امام عاشور ومصطفى شلبي اللي جابهم. يبقى اذا الكوره الحته دي بتعتمد على مثلثات يمين وشمال. اما الزمالك بيعملها بيطلع بالكوره. هنا الكوره بتتلعب لعمرو السيسي. بص بقى الزمالك هنا عمرو السيسي هيلعب الاوت. بص يا كابتن الانتشار الهجومي هنا 1 2 3 4. بص امام عاشور فين؟ كانه جناح. مظبوط. كانه جناح هنا. عبد الشافي ما تقدمش بس امام عاشور اللي هيكمل. فكده شكل الزمالك يقدر يوصل للجون. كل ما انت بتعدي امام وعمرو السيسي نص ملعب الزمالك كل ما الزمالك بيقدر يطلع بالكوره. صحيح. هنا لو رجعنا الهجمه دي تحديدا معلش. نعم. الزمالك مش عارف يطلع بالكوره. حسام عبد المجيد اخذ الكوره وزق الكوره لنفسه وكمل لقدام. بص الانتشار الهجومي بقى، فالكوره تيجي لدونجا ودونجا يحط وشه. لكن مين اللي طلع الزمالك نص الملعب؟ حسام عبد المجيد. زق الكوره، الراجل اللي كان عنده ثقه انه يكمل، سند الكوره لشيكابالا لسامسون ودارت الهجمه. الزمالك عنده ازمه، اي حد هيضغط على الزمالك في نص ملعبه مش عارف يطلعه بالكوره، ودي خطوره كبيره جدا على فريق لعيبه الزمالك. فدي كانت مشكله الزمالك في بدايه الهجمه. طيب كانت في برضو من الحاجات الجميله في الزمالك اللياقه مساعداهم، بيرجع بيكمل. دلوقتي يقال او بنشوف انه الارتداد الدفاعي مع الزمالك بقى اقل، والدليل انه بدات اهداف كتيره تدخل مرمى. طبعا الزمالك ما بقى اولا يا كابتن الزمالك اخر 3 مباريات سجل هدف من ضربه ثابته عادي من ضربه، بس الزمالك مش قادر يصنع فرص كتير من اللعب المفتوح ولكن بيستقبل اهداف. نعم. عنده مشكله كبيره ايه؟ ان انت النهارده لما بترتد دفاعيا فكان في ميزه ان زيزو بيرجع يدافع، يوسف اسامه نبيه يرجع يدافع. حاليا لعيبه الزمالك الخط الهجومي كله مكسلين او مش قادرين، لان في منهم زي شيكابالا بينزل الشوط الثاني لكن ما بيأديش ادوار دفاعيه، زي يوسف اسامه نبيه اللعيب الصغير اللي بينزل ما بيرجعش يدي ادوار دفاعيه. فالوحيد اللي بيحاول يرجع شويه هو زيزو، وساعات بيلاقي نفسه لا انا هفضل قدام يعني الزمالك بيدافع 4-4-2. فالزمالك عنده ازمه كبيره جدا بادئه من مباراه اسوان. ان هجوم الزمالك ما بيرجعش يدافع. فدي ازمه كبيره جدا لان الفريق بقى مستباح. تعالى بقى وتشوف، وفي نفس الوقت الفرقه بتتعزل 4 قدام. بص يا كابتن اولا بص الهجمه الزمالك بيطلع ازاي بالهجمه. الاتحاد
اي حد، مفيش اي حد بيضغط على اي حد. هتلاقي زيزو بيشاور لهم، الكره هتتلعب. بص نص الملعب امام عاشور اللي راجع في النص بيتمشى ده بياخد جريه خفيفه لامام عاشور. بص نص الملعب بقى فاضي، فاوستن اوموتو ينزل يستلم، فهيروح ياخد الكره ناحيه اليمين. تعالى بقى بص الراجل الباك رايت هشام صلاح فين؟ مصطفى شلبي راجع متاخر. يعني الاتحاد بادئ الهجمه من عند الجون، وصل بيها الجون الزمالك نعم عمال ينقل بمنتهى نعم. الاريحيه. نعم. محمد عواد لعب الكوره، وقف بس معلش، وقف يا محمد عباد لعب الكوره نعم ايده ورجل في الدقيقه حاجه و80 على سامسون. نعم. مع كامل احترامي بس سامسون مش طويل، لا مش خالص. بياخد كوره نعم. عاليه، تلعب نعم. له كوره، فالكوره ارتدت. تعالى بقى يا كابتن مشي الهجمه، امام عاشور هيطلع يلتحم يقع. بص بقى هنا وقف معلش انا اسف، بص كابتن شيكابالا فين؟ يوسف اسامه نبيه فين؟ امام فين؟ وبص بقى منظر 5 لعيبه من الزمالك قدام كامل الاتحاد. جري بقى الهجمه وشوف شيكابالا هياخد خطوتين ويقف. بص بقى الزمالك الكره هتروح ناحيه الشمال، فالطبيعي ان شيكابالا اول واحد يروح يقفل مع الراجل، يقف شيكابالا. يوسف اسامه نبيه مش في الكادر، امام عاشور راجع بياخد خطوات خفيفه، لكن احنا في الدقيقه 88 يا جماعه، يعني كوره جون في الدقيقه 88 فتتلعب من لعيب الاتحاد غلط. طب انت في الدقيقه 88 وعليك هجمه مرتده، لازم